بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم برغل بالخضار. حطيت البازيلا على النار، 400 جرام بازيلا، كوبين مقاس. حطيت نص طنجرة مي، كوب بصل، ربع كوب زيت الزيتون. بس يدبل البصل شوي حط الفلفلي، كوب فلفل أخضر، كوب طماطم مفروم، طماطم تازة، كوب تاني طماطم مفروم، ملح حسب الرغبة. طماطم فرمته بالخلاط، فرشته بالفريزر، طالعه وقت اللزوم. كوب ثالث طماطم مفروم، 3 أكواب طماطم مفروم، نص كوب معجون طماطم. حرك، بطبخ البرغر. ربع كوب زيت الزيتون، معلقتين كبار سمنة، نص كوب شعيرية، الشعيرية حسب الرغبة. حمص الشعيرية حتى يصير لونها أشقر. صار لون الشعيرية أشقر، 3 أكواب مقاس مي. بحط لصوص البندورة اللي عملته 1 فلفل حار حسب الرغبة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة كركم، ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف، ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ربع ملعقة صغيرة بهارات الكاري، ربع ملعقة صغيرة كمون، ملعقة كبيرة دبس فليفلة، ربع ملعقة كزبرة. نحط البهارات كلها فوق صوص البندورة. نحرك المكونات مع بعضها. كل كوب برغل بده كاستين مي، حطيت 4 كاسات مي. حطيت صوص البندورة اللي عملته، هو مثل صوص البيتزا. كوبين مقاس بازيلا بحطهم فوق البندورة. بس يغلي المرق بحط البرغل فوق الخضار. حطيت البازيلا اللي سلقتها فوق الخضار. بغسل البرغل بحطه مع الخضار. ملح حسب الرغبة. صار يغلي عند المرق، بحط البرغل، كوبين برغل غسلتهم وصفيتهم بالمصفاية. البرغل ما بينقعوه. حرك البرغل، ما شاء الله ريحته بتشهي، ريحة الخضار. غطي على البرغل، بس تنشف المي بخفض النار. برغل بالخضار صار عندي جاهز، جربوه طيب كتير. ممكن نحط كوسة مبشور أو مقطع أو جزر مبشور. ما شاء الله بشهي كتير طيب. طالع مع صوص البندورة، كل ما كترنا صوص البندورة كل ما طلع أطيب. هذا الطبق بدون لحمة. هذا حطيت عليه لحمة حسب الرغبة، لحمة مع مبشور الجزر. اللحمة على الأطراف. ممكن الاشتراك في القناة، لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، تعليق حلو. جربوه طيب كتير.
هو أصله برغل بالبندورة أو برغل أحمر، بس ضفت عليه بازيلا والبصل والبندورة. صوص البندورة عملته مثل صوص البيتزا. معجون الطماطم والفلفل الخضراء. ينفع لفصل الشتاء، ينفع كل الفصول. إذا ما في فصل الشتاء بندورة، ممكن تحطه معجون الطماطم أو تحطه بندورة مفرزة. بقطع البندورة، بحطها بالخلاط، بحطها بالفريزر، بستخدمها عند اللزوم. ممكن بالصيف نقطع البندورة، نفرمها بالخلاط، نحطها بأكياس، نحطها بالفريزر أو علب. سلقت البازيلا لحالها لأن البرغل بيستوي أسرع من البازيلا. الخضار كلها طيبة ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.